السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الإخبارية لجديدة، المصدر الأول لكل جديد يخص السكن في الجزائر. إذا كنت من المهتمين ببرنامج عدل ثلاثة أو تبحث عن سكن بصيغة البيع بالإيجار، فهذا الفيديو يهمك جدا، لأن وزير السكن كشف اليوم تفاصيل مهمة جدا حول الأسعار، المواعيد، والمستجدات. ابقوا معنا حتى نهاية الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد أول بأول. كشف وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بلعريبي اليوم الاثنين عن السعر التقريبي للسكنات ضمن برنامج عدل ثلاث، والذي بلغ عدد المكتتبين فيه لغاية الآن 901 ألف مكتتب يستوفون كافة الشروط. وأوضح الوزير أن الأسعار ستكون في متناول المواطنين، بل ومماثلة أو أقل من أسعار سكنات الترقوي المدعم، مع احتمال ارتفاع طفيف في السعر بسبب نوعية التجهيزات والمعايير الجديدة. كما كشف عن إطلاق بناء 250 ألف وحدة سكنية خلال السنة الجارية، مع الإشارة إلى أن 200 ألف وحدة أخرى مبرمجة في قانون المالية 2025 قد شرع في دراستها. والجديد المهم جدا، سيتم تجهيز سكنات عدل ثلاث لأول مرة بنظام التدفئة المركزية حفاظا على سلامة المواطنين، إضافة إلى تطوير في النمط العمراني. وفيما يخص الملفات، أكد الوزير أن عملية غربلة دقيقة ما زالت جارية بالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كناس ووزارة الداخلية للكشف عن المحتاجين الفعليين للسكن. أما بالنسبة للمكتتبين، فقد أعلنت وكالة عدل أن آخر أجل لتفعيل الحسابات وتحميل الملفات هو 20 ماي 2025 عبر المنصة الرقمية www.doudz، ودعت المتأخرين إلى الإسراع قبل انقضاء المهلة. ولأي استفسار، وضعت الوكالة الرقم الأخضر المجاني 3040 تحت تصرفكم. إذا كنت مسجل في عدل ثلاث أو تعرف شخص مهتم، شارك معه هذا الفيديو فورا. ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب، وخلونا نسمع آراءكم في التعليقات. هل ترى أن الأسعار عادلة؟ وهل تعتقد أن الإجراءات كافية لضمان الشفافية؟ اشتركوا الآن وفعلوا الجرس باش توصلوا